قواعد مهمه جدا خاصه في مشاهد تصوير المحادثات ما بين الاشخاص، وهي قاعده 180 درجه. القاعده دي باختصار هي عباره عن اننا بنتخيل خط وهمي بيكون ما بين الشخصين اللي بيتكلموا مع بعض، واحنا بنقرر الجانب اللي احنا هنصور منه وبنحافظ على الجانب ده على مدار التصوير. فكده نقسم المكان كده 180 درجه، وبنحافظ على ال 180 درجه فقط اللي احنا بدانا نصور من عندها. فلازم نحافظ على الجانب اللي احنا بدانا نصور فيه، وما ننقلش الناحيه الثانيه غير لما نوري المشاهد اننا بنحرك الكاميرا من الجانب ده للناحيه الثانيه. لان لو افترضنا مثلا ان احنا عندنا شخصيه A وعندنا شخصيه B، فالشخصيه A مثلا على الناحيه الشمال والشخصيه B على الناحيه اليمين، فجاه اثناء انتقال الكاميرا اتفاجئنا ان الشخصيه B برضو موجوده على الناحيه الشمال، وA هي برضو على الناحيه الشمال. فالمشاهد يحس بلخبطه وربكه، مش فاهم هو مين قاعد يمين ومين قاعد شمال ومين باصص في اتجاه مين، فبتكون مشكله كبيره جدا بيقع فيها ناس كتيره من المبتدئين. فلازم دايما تختار الجانب اللي هتصور فيه وتلتزم بوجودك في الزاويه 180 درجه دي، وما تنقلش الكاميرا الناحيه الثانيه غير لما توري المشاهد.